قناة سكولي هتقدم النهاردة فراخ مش كنتاكي بطريقة بسيطة وطعم رائع، مقرمش جدا من بره وطري وجوسي من جوه. يلا بينا نتابع هنعمل ايه. على لتر من المية هنحط 2 معلقة كبيرة من الملح، 3 معلقة كبيرة سكر، نص معلقة صغيرة كزبرة حب أو كزبرة حصى، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، 4 ل 5 ورقات لورا، 4 ل 5 فصوص حبهان، من 5 ل 6 قرنفلات، 4 ل 5 فصوص ثوم متوسطة، هنجيب قطع الفرخة بنقطعها على 8 قطع. هنحط الفراخ في المحلول اللي عملناه وهنسيبها فيه لمدة ساعة على الأقل. هنحضر التغطية: كوباية من دقيق الرز، كوباية من دقيق الذرة الصفراء، نص معلقة صغيرة توم باودر، نص معلقة صغيرة زعتر ناشف، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة فلفل، نص معلقة صغيرة ملح. هنخلط كله مع بعض. هنعمل دلوقتي خليط البيض، وهو عبارة عن بيضتين عليهم ربع كوباية من اللبن، وهنقلبهم كويس. هنحط شوية من دقيق التغطية على الطبق اللي هنحط عليه الفراخ بعد ما نغطيها بالدقيق. هنغمس قطعة الفراخ في خليط البيض الأول وبعد كده في خليط الدقيق. هنضغط عليها بإيدينا واحنا بنشتغل كويس علشان الكفر يمسك فيها وما يقعش منها واحنا بنقليها. في زيت ساخن غزير هنقلي قطع الفراخ. هنحط كمية صغيرة في كل مرة، مش هنحط أكتر من 3 قطع علشان تفضل حرارة الزيت مظبوطة والفراخ تستوي كويس من جوه. هنقلي حوالي من 10 ل 12 دقيقة، في الأول على نار عالية وبعد كده بنخلي النار متوسطة. شوفوا الفراخ لما طلعت شكلها عامل ازاي، شوفوا لونها الذهبي الجميل. والقرمشه ايه ما اقولكوش، ومن جوه بتبقى طريه جدا وجوسي جدا. اما بقى بالنسبه للطعم حكايه تانية خالص، لازم تجربوها، لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. اشوفكم في الفيديو الجاي.